المذيعين بعد كده هيكونوا ذكاء اصطناعي. الدكتور هاني فريد استاذ من اصل مصري في جامعه كاليفورنيا ومعاه طالب من جامعه ستانفورد قدروا يصنعوا نسخه مزيفه من المذيع اندرسون كوبر بصوته وصورته بالاي اي، وده اللي قاله فعلا اندرسون كوبر في برنامجه ذا هول ستوري على سي ان ان، وان هم عرضوا فعلا اللقطات دي في وسط البرنامج ومحدش خد باله. الدكتور هاني فريد ساعتها قال ان تنفيذ النسخه دي كان سهل بشكل مقلق، وحذروا من مخاطر الاستخدام السيء للتكنولوجيا دي، وناشدوا بوجود قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناجي زي قانون نو فيكس في امريكا وديجيتال سيرفيسز اكت في اوروبا. والموضوع دلوقتي فعلا بقى سهل بشكل مبالغ فيه، يعني في اي اي تولز تقدر تخليك تعمل اي حاجه. يعني انا دلوقتي بكلمك عربي، ممكن اعمل كده spreche ich Deutsch mit dir. Ich könnte das nochmal machen und siehe and here I am speaking to you in English. خلي بالك. على الناحيه الثانيه الحكومه الصينيه بتستعمل المذيعين المعمولين بالاي اي كاداه للدعايه والبروباغندا السياسيه، فيظهروا في فيديوهات بتهاجم تايوان او تمدح دور الصين في العالم. المذيعين دول بيكونوا بشكل واقعي لكن بصوت وتصرفات مصطنعه، وبينتشروا على السوشيال ميديا باعداد كبيره جدا. انما احنا في فصله ما كانش عندنا اخبار كتير قوي النهارده، فقلنا نسال شات جي بي تي يكتب لنا اخبار من عنده. طرح منتجات التموين على منصة أمازون. قطة في حي شبرا تفتح قناة يوتيوب. أسعار البيت ترتفع بعد شائعة اكتشاف فوائده ووقود نووي. بس وقولوا لنا تفتكروا الاي اي ممكن يخش في ايه تاني؟